Hi, grade 4. Today we will talk about digestive system. إن شاء الله النهاردة هنكمل ساينس صف رابع. هنتكلم عن digestive system. digestive system يعني الجهاز الهضمي. هنفتكر بس شوية معلومات قبل كده هنكون اتكلمنا عنها قبل كده. We talked about adaptation in the animals. احنا اتكلمنا عن الادابتيشن، الكلام ده مش موجود هنا. احنا اتكلمنا عن الادابتيشن اللي موجود في الانيمالز والبلانتس، وقد ايه ان الادابتيشن ده بيساعدهم ان هم survive and reproduce، يقدروا يكملوا ويتكيفوا. and we learned that there are two types. واحنا كمان عرفنا ان في two types من الادابتيشن، نوعين منه، في نوع structural adaptation وفي نوع behavior adaptation. structural adaptation ان البودي بارتس او الستراكشرز، التركيب بتاع الجسم او الاجزاء اللي موجوده في الجسم دي بتساعد that help living organisms ان هم يعملوا survive. التركيب اللي في جسمك بيساعدك ان انت تعمل survive. يعني ايه structural adaptation؟ يعني حاجه ربنا خلقها في جسمك. behavioral adaptation that changes in behaviors أو actions، يعني احنا بنغير في التصرفات أو السلوك بتاعنا، وده that help survival، بيساعدنا ان احنا نكمل ونعيش. هنا بقى خلاص احنا اتكلمنا عن الانيمال والبلانتس، النهاردة هنتكلم عن الهيومن. How do body systems adapt؟ ازاي البودي systems اللي موجودة في جسمك، وطالما انا بتكلم في body system يبقى انا بتكلم في structures او parts موجودة جوه الجسم، يعني حاجة ربنا خلقنا بيها، يعني حاجة structural adaptation، حاجة تركيبية. ازاي البودي systems adapt to meet؟ ازاي بتلبي الاحتياجات بتاعت الليفينج organisms؟ ازاي البودي سيستم دي بتعمل لي ميت للنيدز بتاعتي، تلبية للاحتياجات بتاعتي. بيقول لي each living organisms has different، كل living organisms has different ways to adapt. عندها طرق كتيرة جدا ان هي تعمل adaptation to live عشان تقدر تعيش في البيئة دي. ممكن البيئة دي هو ليه بيحاول يعيش فيها؟ لأن هو مثلا بيتعرض لظروف قاسية، فبيحاول إن هو يتكيف أو يقدر يكمل ويعيش في البيئة دي، سواء كان بقى بالطريقة اللي هي الاستراكتشرال، إن هو بالطريقة التركيبية اللي ربنا خلقه بيها فبيساعده إن هو يعيش في البيئة دي، أو إن يغير في البيهيفيرز بتاعته، التصرفات بتاعته. So the body of living organisms، يقول لي هنا البودي بتاعت living organisms بالتحديد human or animal is made up of، بتتكون من systems. زي ايه مثلا؟ such as or like، ممكن اقول such as او اقول like digestive system، respiratory system، nervous system etc. وفي أجهزة تانية كتير زي السيركيولاتوري سيستم. عندي أجهزة تانية كتير جوه الجسم بتاعي. تمام؟ طيب يعني ايه بقى سيستم؟ لازم ابقى عارف يعني ايه سيستم. سيستم يعني it's a group، ده عبارة عن group of organs، ده أو parts، ممكن أقول بدل كلمة organs parts، group of organs that work together، بتشتغل مع بعض. الجروب of organs ده بيشتغل مع بعض to do، ممكن أقولها do وممكن أقولها perform، علشان يعمل. هما ليه بيعملوا work together؟ لو أنا بقول هنا give reason أصلا ليه السيستم ده group of organs and work together، بيشتغلوا مع بعض to do a specific job، يعني عشان يقدر يعمل وظيفة محددة، job equal function، عشان يقدر يعمل وظيفة محددة أو وظيفة معينة. لأن كل سيستم ليه وظيفة، كل أورجان ليه job، يبقى كل أورجان each organ has job، ليه وظيفة. بيعملوا بقى مع بعض work together، بيساعدوا بعض علشان يكملوا أو يقدروا يعملوا وظيفة معينة كاملة، يعملوها كاملة بشكل كامل. هنا النوت، وأي نوت عندي مهمة important هنكتب عليها important. نوت بتقولي إن ال digestive system and the respiratory system are working together. خليك عارف إن ال digestive system وال respiratory system بيشتغلوا مع بعض to get energy، علشان نحصل على الطاقة from food and breathing.
هنعرف دلوقتي ازاي ال digestive system and the respiratory system working together. يلا بينا نشوف الصورة دي. بيقول لي هنا how the digestive and the respiratory system work together، ازاي هما بيشتغلوا مع بعض. انا اصلا الهدف من ال digestive system ان انا اوصل للنيوترينت عن طريق الفود through food، وال respiratory system انا بوصل منه للاكسجين. انا محتاج الفود او النيوترينت and oxygen الاتنين مع بعض يدوا energy لل all body parts، لكل اجزاء الجسم. السيلز اللي هي جوه جسمي، الخلايا اللي موجودة جوه الجسم بتاعتي need oxygen and food، الاتنين مع بعض make energy، يدوني energy and work. يعني لو فود بس ما اقدرش اوصل للانرجي، لو اكسجين بس ما اقدرش اوصل للانرجي. علشان اوصل للانرجي لازم الاتنين مع بعض، علشان كده هم work together، بيشتغلوا مع بعض. ده الهدف من ان هم work together to get energy. الهدف ان هم بيشتغلوا مع بعض get energy. نكمل. فهنا بيقول لي why do we need to eat، انت ليه اصلا محتاج تاكل الفود؟ انا محتاج الفود لان الفود contains different، هقول له هنا السبب because food contains different nutrient. الفود فيه different nutrient. يعني ايه nutrient؟ يعني elements. يعني ايه elements او nutrient؟ يعني vitamins، يعني بروتين، يعني كون منها الفود بتاعتي. دي انا اللي بوصل لها في الاخر خالص، في اخر عملية الدايجستشن بروسيس اللي هنشوفها بعد شوية. عناصر غذائية كتيرة جدا تقدر تديني انرجي مع الاكسجين، ودي اصلا اللي بياخدها البلاد في الاخر ويديها للأول بودي بارتس، النيوترينت دي that give us energy. من خلالها انا هقدر اوصل للانرجي. طب انت محتاج الانرجي ليه؟ لو انا قلت give reason، انا ليه محتاج للانرجي؟ محتاج ليها to do activities عشان اقدر اعمل الاكتيفيتيز بتاعتي. ايه الاكتيفيتيز اللي انا بعملها في خلال اليوم بتاعي؟ زي الووكينج، توكينج. ووكينج يعني المشي، التوكينج يعني الكلام او التحدث. كل ده محتاج لانرجي and even during sleeping، حتى وانت نايم محتاج لانرجي. طب ليه محتاج لانرجي؟ because our body is still working، لان حتى وانت نايم جسمك شغال، والسيستمز اللي جوه جسمك شغالة ما وقفتش. بتقف بس في الشخص الميت اللي بيموت الجسم بتاعه، السيستمز بتاعته كلها بتقف. انما طول حتى وانا نايم برضو جسمي شغال، وعلشان كده انا محتاج لإنرجي. طيب ايه كمان؟ انا محتاج كمان علشان البادي فانكشن، الوظائف بتاعتي، انا محتاج للإنرجي. انا قلت لك من غير الإنرجي جسمك هيقف. الانرجي دي انا بوصل لها من حاجتين، من النيوتريانت اللي انا باخدها من الفود بلس الاكسجين اللي انا باخده من الريسبيراتوري سيستم. الاتنين دول البلاد بياخدهم ويعمل بيهم ويديهم لكل اجزاء الجسم، لان هو وصل كده للانرجي. تمام كده؟ طيب البادي فانكشن اللي هي زي ايه مثلا؟ وظائف الجسم اللي جوه دي زي ايه؟ زي مثلا انا محتاجها لما الهارت بيعمل بيت. الهارت محتاج energy، need energy to beat علشان يقدر يعمل بيت، يعني يدق أو ينبض. كمان عشان أعمل breathing، تنفس. lungs هي اللي بتساعدني إن أنا أعمل breathing. lungs اللي هي الرئة، هنشوفها بعد شوية في ال respiratory system. breathing ده عن طريق اللانجز. اللانجز محتاجة الانرجي عشان تقدر تعمل breathe. and brain، البرين بيعمل think، بيفكر. علشان اقدر افكر وابقى مركز كده وانا بذاكر انا need energy to think. النوت بيقول لي in one day، خلال اليوم per day، خلال اليوم كله انت محتاج اليور بودي بتاعك need، جسمك محتاج a lot of energy، طاقة كتيرة جدا.
فبيعرفني ده عن طريق مثال. for example، يعني بيقول لك شوف انت قد ايه محتاج ل a lot of energy. انا محتاجها لان الهارت بتاعتي بيعمل بيت. يعني ايه بيعمل بيت وبيعمل قد ايه؟ قال لك around 100,000 times. يعني في خلال اليوم كله انت بتعمل حوالي 100,000 times، 100,000 مرة، او 100,000 نبضة او دقة. فده كله محتاج لإنرجي علشان القلب يقدر يعمل ده. طيب كمان you breathe، انت بتتنفس over 20 او or 20 times، يعني حوالي 20,000 مرة بتعمل فيهم تنفس. تمام كده. per day ده في خلال اليوم، خلال اليوم كامل، اليوم كله. human digestive system، هعمل له تشبيه بس في الآخر. human digestive system الجهاز الهضمي في الإنسان. الدايجستيف سيستم. digestive system الهدف منه ان هو اصلا بيساعدني helps our body، بيساعد جسمي get nutrient، ان انا اوصل للنيوترينت. فبص بيحصل ايه. digestive system breaks down food، بيكسر الاكل into smaller parts، تبقى داخله القطعه كبيره، البايت بتاعتي كبيره complex، وتخرج smaller parts، بيكسرها، بيعمل لها تكسير. ايه هي السمولر بارتس؟ اللي هي السيمبلر بارتس، الشكل البسيط النهائي اللي انا بوصل له من الدايجستيف سيستم، اللي هي النيوترينت. يبقى الهدف بتاع الدايجستيف سيستم ان انا get nutrient from foods. انا بوصل للنيوترينتس from food. النيوترينت دي بتعمل لي provide my body with energy، بتدي للجسم بتاعي طاقة. يبقى انا دلوقتي بعمل بريك داون للفود into smaller parts، وهنا يقصد بالنيوترينت اوصل للنيوترينت في الاخر، لان النيوترينت دي هي اللي give us energy، هتدينا الطاقة that your body can use in process. وده بيحصل في عملية اسمها digestion process. digestion process. digestion process. ايه هي digestion process؟ اقولها نطقها تاني. digestion process، عملية الهضم. دي is a process، دي هي process، عملية بيحصل فيها breaking down للفود into smaller parts، للsmaller or simpler parts. وما ننساش ان الشكل السمولر او السيمبلر parts هو النيوترينت that body can use them اللي هي النيوترينت، يقدر يستخدم النيوترينت to get energy and grow. يبقى الهدف من عملية digestion process ان احنا نوصل للانرجي ونوصل للنيوترينت اللي هتديني energy and grow، هتساعدني ان انا اكبر. بعد كده هنتكلم عن structural. بعد كده هنتكلم عن structures، اللي هي التركيب بتاع human digestive system. structure of the human digestive system. أي system قلنا هو consist of a group of organs. أي system بيتكون من مجموعة من الأورجنز، ولازم يكونوا work together. هم أصلا work together، بيشتغلوا مع بعض. طيب اديني بقى الاستراكشر او الباث واي، طريق الاكل، الفود، من اول الدايجستيف سيستم بيبدأ منين؟ بيبدأ start from mouth. ده اول اورجان معايا في الدايجستيف سيستم. الباث واي بتاع الفود يعدي الاول على الماوث، بعد كده يروح على throat. throat th throat or pharynx. pharynx. هقول كلمة pharynx
الجزء الأول منها كده like fair، شبه كلمة fair. fair اللي هو بيخاف. pharynx، pharynx. throat or pharynx ده بعد كده بيعدي على الثروت أو الفيرينكس، يروح بعد كده للإسافيجوس. BH like esophagus، esophagus. بعد كده يروح للستامك، بعد كده small intestine، ودي بيحصل فيها complete للdigestion process، إتمام عملية الهضم بتتم في الجزء ده. بعد كده ال undigested food تروح للlarge intestine. هناخد ده كله بالتفصيل. يلا بينا نشوف الرسمة دي. ادي الماوث، start from mouth، تبدأ بالماوث، يعدي على الفيرينكس أو الثروت، يدخل بعد كده في تيوب الاسافيجس، اسمها اسافيجس، يروح للستامك اللي هي المعدة اللي هي دي، بعد كده يروح للسمول انتستين، بعد كده اللارج انتستين، ينتهي بحاجة اسمها انس. الفتحة اللي موجودة هنا اسمها انس. طبعا الليفر اند بانكرياس دول اصلا الجوسز بتاعتهم او الانزيمز بتاعتهم بتساعد في عملية الدايجستشن بروسيس. يلا بينا نكمل ونشوف. النوت معايا هنا بيقول لي digestive system start with، ودي مهم. الجهاز الهضمي بيبدأ with mouse، بيبدأ بالماوس and ends with anus، وينتهي بالانس. anus. يلا بينا نشوف how does the digestive system work، ازاي ال digestive system work، اللي هي بيشتغل ازاي. اي system قلنا ان هو عبارة عن group of organs work together، مجموعة من الأورجنز بيشتغلوا مع بعض. أول حاجة معايا بيبدأ بيها ال digestive system بيبدأ بالماوث. الماوث معايا digestion process begin in the mouth، بتبدأ بالماوث. أول مجرد ما باخد بايت، قطعة كده أو عضة كده، قطعة من الأكل، وتدخل الماوث بتاعي. جوه الماوث في تيث وفي تانج، وفي حاجة كمان اسمها saliva. الdigestion process begin in the mouth. mouth contain teeth. التيث هنا بتعمل دور like knife، شبه النايف، يعني كأنك جبت الفود وعملت له cutting، يعني تقطيع، يعني جبت كده الفود وابتديت تكسر فيه أو تقطع فيه بالنايف لكذا جزء، فهتحول للشكل ده قطع صغيرة. فأنا بعمل crush or grind food during the chewing. يعني ايه crush؟ يعني ايه grind؟ يعني break. بكسر الفود during the chewing. التكسير ده اسمه mechanic digestion. mechanic 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 mechanically يعني mechanic digestion، يعني تغيير في شكل الأكل من قطعة كبيرة، الشكل بس من قطعة كبيرة كسرتها وحولتها لقطع صغيرة. لايك بالظبط لما تجيب بسكويت وتبتدي تاكله فيتكسر في البق بتاعنا، ومجرد بس تفرفت كده، تمام. او جبته اصلا انت وكسرته بايدك، مش مشكلة هو اتكسر ازاي. التحويل من شكل كبير لشكل صغير ده تحويل اسمه mechanically او mechanic digestion، تغير في الشكل بس عن طريق التكسير by teeth. قطعتها لسمول pieces، قطعت القطعة الكبيرة لسمول pieces. عشان كده
انا بعمل crush or grind or break كلهم بنفس المعنى للفود during chewing والسمول pieces. طيب دور السلايفا جوه الماوث بتعمل chemical digestion. السلايفا دورها chemical او هنا بالشكل الكيميكالي، شكلها هنا شكل الهضم هنا كيميكالي. يعني ضفت على السمول بيسز دي حاجة، يعني السمول بيسز دي بلس ووتر مثلا، بلس ووتر بلس مية، او جوسز او بلس انزيمز، علشان احنا بنتكلم في digestion. ده هيحول شكل السمول بيسز، لو هي مثلا ده بسكتس هيحوله يبقى عامل لايك شبه العجينة شوية كده، او الشكل الصفن او المويسن فود، الشكل المبلل ده، او الووتري فود، سوفت ووتري فود، الشكل ده بيكون chemical digestion. الشكل الكيميائي ده بيغير وبيحول الفود من complex، من شكل معقد، ل simpler، لشكل بسيط. الشكل ده سهل ان انا اقدر اعمل له swallow، ابلعه، وما يجرحليش المنطقة اللي هيدخل فيها. يعني انا مش مجرد ما دخلت الاكل بقي انا بلعته، لا، عشان اقدر اعمل سوالو بشكل امن فانا لازم بعمل له chewing well، امضغ كويس جدا، اكسر الاكل جوه بقي ياخد وقته. بعد ما بكسره جوه بيحصل بلس لي او اد للسلايفا مع الفود، الاتنين مع بعض. السلايفا دي عبارة عن ليكويد، هنشوفها بعد شوية في الفيديو، liquid substance in the mouth، موجودة جوه الماوس. تمام كده؟ إيه شبه بالظبط، يعني هشبهها لك، هي في غدة هنا هي أصلا بتعمل لها سبراي، بترشها جوه الفم، بترشها كده، بتعمل سبراي للسلايفا للليكويد ده. علشان ليه؟ ايه فايدة السلايفا؟ give reason هنا، لو انا قلت ليه ايه السبب او اهميتها ايه بالنسبة لي، دي بتعمل moisten food. يعني ايه كلمة moisten والتي سايلنت؟ يعني make wet، بتخليه مبلل رطب طري، علشان begin to break it down، عشان بعد كده تدخل في المرحلة الجاية وتنزل بالراحة كده في الاسفجس اللي هيجي البارت اللي بعد كده او الاورجن اللي بعد كده، تنزل بسهولة جدا. ايه وظيفة التانج؟ التانج ده بيعمل ميكس للفود، ميكس للفود مع السلايفا. يعني دلوقتي الفود جوه، السلايفا موجودة، اللي هيعمل لهم ميكس هو التانج، هيقلب الأكل مع السلايفا عشان يتحول للشكل المويسن فود، أو الشكل الويت المبلل الرطب، أو السوفت اللين. تمام كده؟ عشان أقدر أعمل له سوالو، أبلعه. تعال نشوف هنا كده صورة. ده كده الجزء الميكانيكال دايجستشن، بيحصل تكسير بريك للفود، او كراش للفود، او جرايند للفود، بكسر الاكل باي بيس. اما الجزء الكيميكال دايجستشن ده بيحصل من خلال السلايفا بلس فود، الاتنين مع بعض، الفود والسلايفا مع بعض، واللي بيعمل لهم الميكس مع بعض هو التانج. فده الجزء الكيميكال دايجستشن، عشان اوصل منه للسوفت فود، او الويت فود، او السوفت ووتري فود، او المويسن فود اللي هو الاكل المبلل. تمام كده؟ ده كده صورة للفود لما أخدناه جوه الماوث.
وعملنا له بريك، كسرناه تكسير باي تيث، والتونج يعمل له ميكس مع السلايفا اللي موجودة. نشوف ده فيديو. الشكل اللي قدامك اللي انت شايفه هنا ده اسمه salivary gland. دي غدة بتعمل سبراي، دي كده تيوب صغيرة كده، ثين تيوب، بيحصل منها ان انا كأني بعمل سكويز، بضغط على الجلاند دي وتعمل سبراي للسلايفا جوه. سلايفا جوه الفم. ده كده الفود، ده كده الفود بعمل له كراش ويل، بطحنه كويس جدا، بمضغه كويس جدا، السلايفا والتونج يعمل ميكس للفود مع السلايفا، يحولها لبولس او سوفتن او مويسن فود علشان اقدر اعمل لها سوالو. شايفين حركة التونج؟ يبقى بيحصل جوه الفم mechanic and chemical digestion. تمام، نقف هنا كده ونشوف البارت اللي بعده او الاورجن اللي بعده. بعد كده الفود، اول لما اعمل له after swallow food، اول لما اجي ابلع الاكل، ايه اللي بيحصل؟ بيعدي على throat or pharynx. قبل ما يروح للإسفيجس بيعدي على حاجة اسمها throat or pharynx. بيقول لي throat pushes the food into tube. هو دوره ان هو بيقول للفود الطريق بتاعك فين. تعال نشوف، نكمل ده كده في الفيديو اللي احنا كنا بنشوفه. نرجع تاني كده ونشوف الفود وهو بعمل له سوالو بيحصل ايه. ركز كده، ركز ايه اللي هيحصل. اول لما نيجي نعمل السوالو كده بيعدي على الفرنكس. الفرنكس ده بالظبط في جزء منه، في جزء من الفرنكس اسمه إبيجلوتس. إبيجلوتس اللي هما بيسموه لسان المزمار أو حاجة. إبيجلوتس بيقفل التراكيا. خد بالك هنا انت هتلاحظ ان هي لو احنا بنشبهها بالظبط كده like a cross road، شبه الكروس رود، شبه الممر، كأن في طريق واتقسم لاتنين ممرين. يعني ده كده طريق، ده رود، واتقسم لتو تو رودز، ممرين أو طريقين. الطريق ده اسمه تراكيا وده خاص بالريسبيراتوري سيستم، والطريق ده اسمه السافيجس. يبقى دي تراكيا ودي السافيجس وده السافيجس. الفود يعدي على، مفروض ان هو بيعدي على الابيجلوتس، بيقفل التراكيا زي ما هنشوف دلوقتي. شايفينه هو بيقفل التراكيا، منطقة الهواء، منطقة النفس، ويدخل في منطقة الاسافيجس، التيوب بتاعة الاسافيجس. شايفين؟ لو عدى اي جزء في التراكيا ده يخلينا نشرق، نكح كتير ونشرق. تمام كده؟ فهو الطريق الصح بتاع الفود هو الاسفجس. عشان كده الابيجلوتس اللي هو جزء من الفيرينكس او الثروت ده بيقفل منطقة الهواء، منطقة الهواء، تراكيا. لو حبينا نشوف ده في صورة او نعبر عنها بصورة كده عشان تثبت معانا. مثلا هشبه الفيرينكس is like a crossroad. بشبهها لك بكروس، كروس رود، يعني كأنه تقاطع، كأنه تقاطع للطريق، طريق واحد وبيتقاطع منه طريقين، طالع منه طريقين. طريق اسمه السافيجس
وطريق اسمه تراكيا. الاسفيجس ده هو زي الكار، كأن كار لايك كار مثلا وشايلة فود، وده التراكيا كأنها كار وشايلة air هوا. فبيقول لي هنا الفرنكس is like، لو أنا بكبر الصورة، pharynx is like a crossroad. Food goes to the esophagus، الفود تروح للإسفيجس، والair goes the trachea. ده معنى كلمة كمان common cavity. common cavity throat يعمل push للفود into the tube. التيوب بتاعت الفود دي اسمها esophagus. وكمان من تعريف الثروت لما يجي لي definition للثروت يقول لي ان هو common cavity. يعني ايه common cavity؟ الصورة اللي احنا شفناها من شوية، ان هو يعتبر حاجة مشتركة، حاجة بيعدي عليها طريق بيعدي عليه حاجتين، يعدي يفتح للإير، حاجة مشتركة between digestive system and the respiratory system. ايه اللي خلاه مشترك او ايه اللي خلاه ان هو يكون common cavity؟ بيقفل، بيعمل قفل للتراكيا، بيقفل التراكيا وقت ما الفود او وقت ما انا بعمل سوالو للفود علشان يعدي في التيوب بتاعت الاسفيجس، ويرجع يفتح تاني علشان الاير يعدي للتراكيا. علشان كده هو اسمه common cavity، بيعدي عليه الحاجتين، يفتح للاير ويقفل تاني منطقة الاير، منطقة النفس، منطقة التراكيا، علشان يعدي الفود للاسفيجس. يبقى الثروت هو common cavity، هو common cavity علشان هو مكان مشترك بيمر فيه الأكل والشرب، يروح للإسفيجس، والهواء يروح الهواء يروح للتريكيا. خلاص كده، علشان كده هو common cavity بالظبط. انا ممكن اشبه كمان الماوث ان هو common cavity. الماوث اللي هو الفم ان هو common cavity. ليه؟ لان هو برضو من خلاله ممكن يعدي air وممكن يعدي food، هواء واكل، بيعدي من خلال الفود. ممكن وانا فاتحه بوقي وانا بتكلم يعدي هواء يدخل للتراكيا عادي، علشان كده هو برضو common cavity. تمام كده. بس اللي ذكروه لي هنا في المنهج ان الكومن كافيتي هو الثروت. بس خليك عارف طالما مكان مشترك يقدر يعدي منه اتنين، علشان ممكن تجيلي في true or false. الماوث كومن كافيتي ايوه هو مكان مشترك، عشان يشوفك انت فاهم مصطلح كومن كافيتي ولا لا. مكان مشترك يقدر يعدي حاجتين، food and air. تمام. نكمل هنا. فهو قال لي common cavity between digestive and respiratory، هو مشترك ما بين الاتنين دول. digestive system علشان بيعدي الفود من خلال الاسفيجس، والريسبيراتوري سيستم لانه بيقفل منطقة التراكيا علشان الفود ما يدخلش فيها، ويرجع يفتح تاني عشان الاير يعدي من خلال التراكيا. بعد كده بعد الفيرنكس يعدي يروح الفود، يروح الاسفيجس. السفيجس السفيجس والمنطقة دي بتكون فليكسبل مرنة أو طرية، مش إن هي solid صلبة، لا هي flexible مرنة. السفيجس بيقول لي is long muscular tube. يعني ايه long muscular tube؟ long يعني طويلة، muscular يعني فيها muscles، فيها strong muscles. طيب أنا محتاج السترونج muscles دي في ايه؟ علشان تقدر تعمل بوش للفود، تعمل بوش للفود لايك مثلا تو سبيست تيوب، شبه المعجون بتاعك. الأنبوبة بتاعت المعجون لما تيجي تعمل عليها سكويز بتضغط عليها عشان تخرج المعجون. هو عامل شبهها. ممكن هديك كمان تشبيه، ان هي الحركه بتاعت الاسفيجس نفسها اللي هي الكونتراكشن اند ريلاكسيشن، ان هو بيتحرك بيحصل له زي الضغط كده اللي انت عملته على التوث بيست من شويه، كونتراكشن اند ريلاكسيشن يرجع تاني. الحركه دي بتشبه لايك وورم، شبه الدوده، شبه حركة الدودة البريستاسيس، اللي هي حركة الدودة، الحركة بتاعت الدودة. شوف الدودة بتمشي ازاي، هي عاملة بالظبط حركة جسم الدودة، شبه حركة الاسفجس علشان يعمل بوش للفود. حبينا نشوف
image صورة زي كده، يقول لي الاسophagus move food like worm. بالظبط شبه الورم، شبه الورم الدودة، زي حركة الدودة يبدأ يتحرك كده علشان يعمل بوش للفود. الماسلز بتعمل سكويز، الماسلز اللي موجودة في الاسفجس، العضلات اللي موجودة في الاسفجس تعمل سكويز اند بوش فود داون، تبدأ تنزل الفود تحت عشان يروح للاستامك، للأورجن اللي بعد كده. ممكن أشبه الاسفجس تشبيه تاني، شبه مثلا لايك هوز، هوز اللي هو الخرطوم بتاع المية. ان شفت حركة الخرطوم بتاع المية هي نفس حركة الاسفجس، يعمل الماسلز بتاعته تعمل بوش للفود عشان يقدر يوصل للستامك، ده الاورجن اللي بعد كده، ده افتر اسفجس ستامك. طيب يبقى لو سألتك عن الفانكشن بتاعت الاسفجس هتقولي push food down، push food down to move علشان يتحرك from throat down into the stomach عشان يروح للستامك. خلاص كده، ده دور الاسفجس، ان هو بيعمل push food to the stomach. ده لو انت عايز تقولها مختصرة شوية، push 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 food to stomach علشان يروح للستامك. تمام، يبقى احنا عملنا له تشبيهين، لايك وورم شبه حركة الدودة، الماسلز بتاعته بتعمل سكويز تحركه، تضغط كده على الفود وتعمل له بوش داون، تنزله لتحت تو ستامك عشان يوصل للستامك. او شبه الهوز اللي هو شبه الخرطوم، وعرفنا يعني ايه كلمة ماسكولر، يعني فيها strong muscle، has strong muscles، عندها strong muscles. بعد بص الاسفجس من جوه، بص عامل ازاي، بص الحركة بتاعته، الحركة بتاعته اللي انت بتشوفها دي، المسلز بتتحرك جوه كده لايك وورم او لايك هوز، شبه الخرطوم او شبه الدودة، بيتحرك علشان يعمل بوش فود داون. ده الاسفجس. بعد ما بعمل سوالو على طول يعدي على الفرنكس ويروح للاسفجس، ده الاسفجس. بص الاسفجس، بص الاسفجس تاني، دي التيوب بتاعت الاسفنجس، يعمل بوش داون للفود، يوصل بعد كده للستامك، يوصل للستامك. ده الفود، بعمل له تشوينج ويل، شفت التانج وهو بيزق بيعمل بوش للفود، التانج يعمل بوش للفود. بص تاني كده، بوش للفود، التانج شايف بيزق كده الاكل. إيه اللي حصل؟ عدى على منطقة الفرنكس اللي هو الإبيجلوتس، ابيجلوتس اللي هيقفل منطقة التراكيا دي، التيوب اهي، ده الممر بتاع الاير، تمام كده، هيقفلها علشان الفود يروح للممر الرايت رود، الطريق الصحيح بتاعه اللي هو الاسفجس، يعمل له بوش داون لحد ما يوصل للستامك زي ما احنا شايفين كده. after esophagus بنروح بعد كده للستامك، بنروح بعد كده للاستامك. الاستامك دي برضو muscular organs has muscles، عندها muscles هي كمان عضلات. انا هعمل لك لايك تشبيه للاستامك على انها بالظبط ميكسر. بص كده الميكسر، كأنها ميكسر، الفود دي like kitchen mixer، شبه الميكسر اللي موجود عندنا في المطبخ. ازاي؟ انا بحط في الميكسر فود زي ما حطيت في الستامك فود، وكمان بعمل لها ميكس with liquid، بعمل هنا ميكس with liquid، بحط عليها liquid علشان يقدر يعمل ميكس
يعمل خلط لازم ازوده ميه. ده في الكيتشن ميكسر. كمان هنا الاستامك فيها اصلا HCl، فيها جوسز اللي هو ال HCl، فيها انزيمز. ده بيساعد ان المسلز اللي موجوده، العضلات اللي موجوده جوه المعده، ان هي تعمل ميكس للفود with juices and enzymes، ان هي تخلط الفود اللي دخل لها من خلال الاسفجس، تعمل له ميكس فتحوله للشكل الجوسي او السوبي ليكويد. زي بالظبط لما بنعمل عصير او بنعمل حاجة بنعمل لها ميكس، فبيتحول لشكل عصير تقيل شوية كده. هو ده اللي بيحصل. بس ده طبعا بيحصل بعد a few hours، يعني شوية ساعات، from 2 up to 4 hours، يعني من ساعتين لأربع ساعات بيقعد الأكل جوه المعدة تقريبا علشان يقدر يتحول للشكل السوبي ليكويد. تمام. علشان كده بشبه الاستامك like kitchen mixer. طبعا فيها muscles، علشان كده هي muscular organs، تقدر تعمل خلط للفود مع الجوسز او الانزيمز اللي موجوده جوه. هي ميكس فود، وظيفتها للفانكشن بتاعتها ميكس فود with the stomach acid، ان هي بتعمل ميكس للفود مع الستامك اسيد اللي موجود اصلا جوه الستامك وجاهز ومستني اي فود ينزل. and digestive juices or enzymes، يعني جوه المعدة في acids، في juices، في enzymes. دول موجودين ليه؟ لو أنا بقول هنا give reason، إيه هو أصلا الفايدة بتاعت ال stomach acid and digestive juices؟ give reason، اديني سبب. دي موجودة to digest food. الإجابة to digest the food partially، عشان تعمل هضم للأكل partially اللي هي جزئي، بتحولي له الشكل like soupy liquid أو soft watery food، يعني شكل طعام بيكون شبه العصير بس عصير تقيل شوية. يبقى بيحصل هضم للطعام بس بشكل partially، اللي هي شكل جزئي مش كلي مش تماما ده بيحصل في السمول intestine، لكن partially في الستامك. طيب الفود usually stays in the stomach، بيفضل stay in the stomach. food stays in the stomach for few hours، بيقعد شوية في الستامك عشان يقدر يتحول للشكل السوبي ليكويد. then the muscles، بعد كده العضلات بتاعت الستامك move، أول ما تتأكد إن خلاص إن هو اتحول للشكل السوبي ليكويد، move the food into long winding tube. مين هي الوايندنج تيوب أو التويستد تيوب؟ هي السمول انتستين. الأورجن اللي جاي بعد الاستامك هو السمول انتستين، وهي عبارة عن وايندنج تيوب. يعني ايه وايندنج تيوب؟ equal twisted، أنبوبة ملتفة منحنية ملتوية. سميها زي ما تسميها، هي ملفوفة كده ومتعرجة، يعني بالشكل ده كده، واخدة الشكل المنحنى ده أو الملتف ده، لأن هي طويلة جدا. هي واخدة الشكل ده لأن هي طولها حوالي 6 مترز. تعال نشوف إيه اللي بيحصل في الاستامك هنا. ده كده الجوسز أو الإنزيمز اللي موجودة جوه الاستامك. ده شوف حركة الاستامك هنا عاملة ازاي. بص الاستامك بتعمل ازاي، بتعمل ميكس للفود with digestive juices، يعني بيعمل خلط للفود مع العصارة اللي موجودة هنا أو الجوسز اللي موجودة هنا عشان يحولها للشكل السوبي ليكويد. small intestine ممكن أقولها على فكرة intestine or intestine، يعني النطقين صح، intestine or intestine is long، طويلة جدا زي ما قلنا، winding or twisting or curved، هي واخدة الشكل الكيرفد أو التويستد اللي هو الملتف ده as
its length، وده بسبب its length واخدة الشكل ده علشان طولها طويلة جدا. لو بيسألني give reason هي ليه واخدة الشكل التويستنج أو الشكل الوايندنج أو الكيرفد، لأن هي its length بتاعها الطول بتاعها more than 6 meters، طويلة جدا. ما ينفعش تبقى مفرودة كده شبه الاسفجس أو straight. ده طبعا كان هيخلي شكل الإنسان هتبقى بطنه طويلة جدا، 6 مترز ده كتيرة جدا. inside the small intestine، جوه ال small intestine بيحصل ايه؟ الجوس of pancreas، البنكرياس اللي هو لونه يلو هنا، والليفر، الاتنين دول بيعملوا ايه جوه ال small intestine؟ flow into the small intestine and help in breaking down the food into nutrient or digested food that soluble in water. بيقول لي هنا ان هي بتعمل بور. لو انا بختصر الكلام ده، البنكرياس and the liver بيعمل بور للجوسز بتاعتهم، بيعملوا بور يعني بيفضوا كده شوية من الجوسز علشان في السمول انتستين، وده بيساعد الجوسز اللي هم بيعملوها دي بتساعد break down food into nutrient. ايه ده، انا بوصل للنيوترينت اللي هي الدايجستد فود، اتمام عملية الهضم جوه السمول انتستين، وبوصل منها للنيوترينت اللي انا اصلا محتاجها علشان to get energy and grow، علشان اكبر. يبقى تاني الفانكشن بتاعت الليفر and البنكرياس هي بتعمل ايه؟ بتعمل pour juices into the small intestine that help break down food into nutrient، بتحول الفود للنيوترينت جوه السمول intestine. ما تنساش ان ده بيتم كله inside the small intestine. يبقى اختصار الكلام اللي موجود هنا اهو: pour juices into the small intestine that help break down food into nutrient. النيوترينت ما تنساش ان هي digested food، ودي بتكون soluble. soluble يعني دايبة، سهل الامتصاص بتاعها. طيب الفانكشن بتاعت السمول انتستين قال لك ان الوولز، الجدار، وهنشوف الجدار بتاعها دلوقتي. السمول انتستين في الجدار بتاعها هشبهه بالظبط بالسبونج، لايك سبونج، ان هو بيمتص، بيعمل ابزورب للنيوترينت. وصلنا للنيوترينت، الوول بتاع السمول انتستين الجدار بتاعها بيمتص النيوترينت من خلال التايني بلاد فيزلز، شعيرات دموية صغيرة كده ماشي فيها بلاد، والبلاد ده بيعمل كاري للنيوترينت، بيشيلها كده كأنه شايل حاجة على ظهره وماشي بيها، ويمسك النيوترينت دي يشيلها ويوصلها للأول بودي بارتس. طيب أنا هشبه اللي حصل. أنا وصلت للسوبي ليكويد في الستامك، دخلنا بعد كده البنكرياس والليفر ساعدوني ان انا اوصل للنيوترينت. متنساش ان انت دخل الجوس كله، العصير كله اللي انا عملت له ميكس جوه المعدة، داخل كله، سواء الجزء اللي هو الليكويد، يعني لما باجي اصفي العصير كده بيبقى فيه جزء ليكويد العصير اللي انا بشربه، والجزء السوليد اللي انا برميه مش محتاجه لما بصفيه بالسترينر شبه كده. الجزء اللي هو النيوترينت، خلاص الدم البلاد هياخده ويوصله لكل أجزاء الجسم. طب في جزء undigested اللي هو بيكون مش مهضوم، الجسم مش محتاجه. يبقى الدايجستد النيوترينت، الانdigested اللي هي السوليد ماتيريال، الجزء الصلب اللي الجسم مش محتاجه. بس هي داخلة بالووتر بتاعها، هي لسه هنصفيها جوه اللارج انتستين. بيقول لي الدايجستد فود اللي هي النيوترينت كاريد باي بلاد، خلاص دي عرفناها. طب والاندايجستد بيقول لك ده جزء نوت بنفيت، مش مفيد. يعني ايه نوت بنفيت؟ يعني ان يوسفول، يعني مش مفيد، باد، سيء للجسم لو فضل جواه. الundigested material أو الsolid material تبدأ flow into the large intestine، مكانها مش في السمول، بتروح للمكان بتاعها اللي هي large intestine.
وقلنا نقدر نقولها intestine. بس قبل ما نروح لللارج intestine تعال نشوف السمول intestine. بيعدي ويدخل هنا للسمول intestine. ده كده جوه السمول intestine. ده كده جوه السمول intestine. لاحظ ان هنا في تو تيوبز كأنهم داخلين جوه كده السمول intestine وبيعملوا سبراي. شفت اللي هو الجرين سبراي ده واليلو سبراي ده، الليفر اند بانكرياس والجول بلادر كمان، هما اللي بيفرزوا انزيمز هنا. بيفرزوا زي جوسز. الجوسز دي بتساعد على تحويل الفود جوه السمول انتستين وتحاول تكسره لشكل ابسط، اللي احنا قايلينه في الاول السمولر بارتس او السمبلر بارتس، يتحول للشكل النيوترينت. سمبلر هي النيوترينت، سمولر هي النيوترينت، هي الدايجستد فود، هو اللي الجسم محتاجها تو جيت انرجي. انا اصلا باكل عشان النيوترينت اللي انا بوصل لها هنا بوصل لها جوه السمول انتستين. شايفين الجوسز؟ بص بقى هنا كده، بعد ما وصلنا خلاص للنيوترينت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ابزورب. مين اللي هيعمل ابزورب؟ الوول اوف سمول انتستين، الجدار بتاع السمول انتستين. انت حاليا جوه السمول انتستين. بص الجدار لما نيجي نعمل فوكس، للوول اوف سمول انتستين عبارة عن ايه؟ ده اسمه فيلاي. الفيلاي ده لايك سبونج. يبدأ بقى البلاد ياخدها، ياخد النيوترينت اللي حصل لها ابزورب، ده ابزوربيشن، امتصاص، ويبتدي يوديها للأول بودي بارتس زي ما احنا شايفين كده. ده البلاد بيبقى شايل وهو ماشي كده النيوترينت اللي لونها يلو شوية دي، يوديها للأول بودي بارتس. طيب الجزء بقى اللي احنا مش هنقدر نعمل له absorb ده بيروح لللارج intestine unbenefit، يعني او not benefit، يعني هو اصلا unuseful، مش مفيد لجسمي. عشان كده جسمي بيوديه لللارج intestine عشان اقدر اتخلص منه by anus علشان يروح بره out، بره الجسم. large intestine دي is wide or large، يعني هي تيوب بس wide or large tube. هي عريضة شوية عن السمول intestine. لو بصيت للسمول intestine هتلاقيها thin شوية، رفيعة thin، لكن دي بتكون large، عريضة شوية. starts from the end of the small intestine، تبدأ بنهاية السمول intestine وتنتهي ends with the anus، وتنتهي في فتحة الانس. خلاص كده؟ طيب ايه الوظيفة بتاعت اللارج intestine؟ قال لي هي بتعمل absorb للwater from undigested material. الundigested material اللي احنا قلنا هتدخل في اللارج intestine في معاها water، هي بتعمل absorb للwater، بتمتص المية من undigested material. فعلشان كده undigested material لما تاخد منها الووتر تتحول للسوليد ويست، حاجات صلبة جسمك مش محتاجها كويست، كنفايات that leave the body through the anus، وتغادر بقى وتطلع بره الجسم عن طريق الانس. there is no digestion process. لاحظ دي نوت مهمة جدا، مفيش هضم بيتم في اللارج intestine. no digestion process. The organs of human digestive system have different structures. بيقول لك الأعضاء اللي زي ما شفتها كده بتكون واخدة شكل مختلف جوه السيستم نفسه، مش كل عضو هتلاقيه شبه التاني. طب ليه؟ لو انا بقول هنا give reason GR كده، يعني اختصار لكلمة give reason to do different function، لان اكيد اختلاف شكلهم علشان اختلاف الوظائف بتاعتهم، اختلاف الفانكشن بتاعتهم.
وده بيعتبر ايه؟ طالما انا بتكلم في structure يبقى ده considered as structural adaptation. يبقى ده structure، ده تركيب. علشان بتكلم في تركيب يبقى ده considered as structural adaptation. لما يجي لي يقول لي what happen if لو one organ واحد بس of the digestive system get harmed equal كلمة absent ABSENT. يعني لو في عضو واحد بس غاب من الدايجستيف سيستم مش موجود وحذفناه، الدايجستيف سيستم couldn't do its function correctly. ده مش هيقدر يعمل الوظيفة بتاعته بشكل صحيح. بيعمل لي comparison between function الوظائف بتاعة الستامك small intestine large intestine الستامك mixing food، بتعمل ميكس للفود زي ما قلنا، هي شغالة شبه الكيتشن ميكسر. ميكس للفود with acids and digestive juices، وبتعمل خلط للفود كده مع الاسيد والدايجستيف جوسز اللي بتبقى موجودة جوه المعدة، العصارات اللي شبه الووتر دي، علشان تقدر تغير شكل الاكل وتحوله للسوبي ليكويد. طب السمول انتستين تعمل بريك داون للفود into nutrient، بتحول الفود للنيوترينت جوه السمول انتستين باي ذا هيلب اوف جوسز. مين اللي بيحولها ومين اللي بيساعد على الكلام ده؟ ايه الجوسز اللي بتساعد؟ الجوسز اللي جايه من الليفر اند بانكرياس، دي شفناها في الفيديو. لارج انتستين بيحصل ابزورب للووتر من الاندايجستد فود وتحولها للشكل السوليد وتخلص منها اوت بره الجسم. يقول لي هنا سؤال how can you keep the digestive system healthy؟ ازاي تساعد ان الدايجستيف سيستم بتاعك يبقى healthy؟ عشان يبقى healthy يبقى أكيد drinking a lot amount of water، هشرب مية كتير عشان يبقى يشتغل صح، الجسم بتاعي يشتغل صح. chewing well، همضغ كويس جدا. don't eat much fast meals، الفاست meals خطر جدا. تمام كده اهو، يبقى chewing well همضغ كويس، مش هاكل فاست ميلز اللي هي درانك فود، اللي هي الأكل السريع أو الوجبات السريعة. drink a large amount of water، هشرب كمية مية كتير لأن ده بيساعد جدا في الهضم. أعمل تشبيه لللارج انتستين لما يدخل فيها الانdigested فود بالظبط شبه الجوس لما باجي أعمل له جوس سترينر، اللي هي أعمل له زي تصفية عن طريق الجوس سترينر، عن طريق المصفى. يفضل إيه؟ ينزل منها الجزء الووتر، وده اللي بتعمل له ابزور باللارج انتستين، واللي يفضل فوق هنا كده في السترينر من فوق هو الجزء السوليد ويستس اللي انا بتخلص منها اصلا وبرميها في الباسكت. كمان صورة هنا اهي اهو، ده كده الجوس اللي انا باخده، العصير اللي انا محتاجه فبشربه، والباقي الجزء السوليد ويست انا برميه وبتخلص منه زي ما بيحصل في اللارج انتستين بالظبط. لارج انتستين تاخد من الاندايجستد فود الووتر، وبعد كده تتخلص من الجزء اللي هو هنا السوليد ويستس، يخرج بره الجسم باي اينز. شايفين؟ دي نهاية السمول انتستين، بداية اللارج انتستين. يدخل هنا الجزء الاندايجستد فود زي ما احنا شايفينه كده. مهم. حصل ابزورب للووتر، وبعد كده الاندايجستد سوليد ماتيريال تبدأ يحصل لها ايه؟ نتخلص منها، ليف بودي، بتغادر الجسم باي انس. ممكن اعمل هنا تشبيه بسيط جدا للاطفال، ان انا اقول لهم ان الدايجستيف سيستم فود ده مثلا اس فاكتوري، كانه مصنع. المصنع ده بدايته الماوث، الماوث ده كانه بالظبط ذا جيت اوف فاكتوري where food enters، دي اللي بيدخل منها الايه؟ الفود. بعد كده يدخل على المرحلة اللي بعد كده، السكند ستيج اللي بعد كده، التيث، اللي هي هنعتبر التيث ماشينز، هنعتبر التيث دي كماشينز that break food، اللي بتكسر الأكل اللي دخل من الجيت، من البوابة اللي هو الماوث. بعد كده هندخل على المرحلة بتاعة الستامك
والاستامك دي هنشبهها بان هي like mixer and oven، وكأنها بالظبط ميكسر وأوفن اللي هو فرن بيعملوا crush and cook food with juice. يعني في جوه الاستامك دي احنا عارفين ان بيبقى موجود juices، لما بنحط عليها الفود اللي احنا كسرناه هنا ده فبنعمل له زي ايه، زي ميكس مع الجوسز اللي موجودة، كأننا بنعمل له كوك بالظبط. بعد كده المرحلة اللي بعد كده المفروض الارو ده يكون رايح هنا السمول انتستين. السمول انتستين هنا اللي هي البرودكشن لاين. برودكشن لاين يعني هي خط الانتاج اللي بتعمل تشينجز للفود، اللي بتحول شكل الفود لسمول نيوترينت. ده بقى الانتاج اللي انا محتاجه اصلا، ده الانتاج او المنتج اللي انا بعمله جوه الفاكتوري، النيوترينت and absorb them. طيب اللارج intestine دي هشبهها بايه؟ بالستور that keeps the waste before it goes out. المكان اللي بحط فيه الويستس، النفايات، قبل ما برميها بره. تمام كده؟